مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ انا ما كنتش هطلع الاسبوع ده. آم، بس قررت اطلع في اخر لحظه يعني. حتى ميعاد الفيديو متاخر شويه، مش زي الميعاد الاسبوعي اللي المفروض ان انا بنزل فيه. آم، ما كنتش هطلع لاني متضايقه بصراحه بسبب موضوع قافله الصمود. كتبت بوست عندي على صفحه الفيس عشان اعبر عن رايي بسبب الموضوع ده. اتشتمت جامد جدا، وناس ده غريبه دخلت لي الصفحه وشتمتني شتايم صعبه يعني. فده الموضوع ده حزني اكتر، مش حزني عشان هما شتموني، حزني عشان ادركت قد ايه ان في مستوى مضمحل جدا من الوعي. يعني مفيش وعي خالص، وكأن الناس ما اتعلمتش الدرس، وكأن الناس ما فهمتش اللي حصل من 13 سنة ولا 14 سنة. وبيقعوا في نفس الغلطة كل مرة، ونفس الناس بتقع في نفس الغلطة كل مرة. فمش فاهمة يعني ازاي احنا مش قادرين نشوف الحقيقة، ومش فاهمة ازاي الناس مش قادرة تشوف الصورة صح. طيب، هتكلم. الناس او الاعلام المصري او الناس اللي انا كنت يعني، ده في ناس انا كنت بحترمها، يعني كنت بحس ان هي صحيح، ما كنت شايفة ان هم بيتجنبوا ان هم يتكلموا في السياسة، وبيقعدوا يتكلموا في قضايا المجتمع والناس والمشاكل، وبقول هم قاعدين في مصر وبياكلوا عيش و... ومش هيقدروا يتكلموا عن الحكومة، او مش هيقدروا يتكلموا عن بصراحة يعني. وبس برضو كنت اكني لهم قدرا من الاحترام. ولكن لما لقيتهم بيطلعوا بيطبلوا وفجأة بقى بيتكلموا في السياسة وحدود مصر وحماية مصر وحق مصر، خط فاصل، صدمت ان هم اشتركوا في التمثيلية بتاعة تعتيم الناس. دلوقتي اولا السنة اللي فاتت مصر عدت سفينة حربية، وناس قعدوا يقولوا اصل هي عندها اتفاقية القسطنطينية 1818 وكلام كله هزلي، لان الاتفاقية دي نفسها فيها كذا بند بيدي الحق في اثناء الحرب. واحنا وهم كانوا في حرب، فلسطين واسرائيل في حرب يعني، وللاسف حرب من طرف واحد يعني، ناس هم اللي بيدبحوا في شعب معين، كانت بتحصل يعني اباده جماعيه. ومصر بمنتهى البساطه راحت معديه السفينه الحربيه، وطلعوا طبعا قالوا اصل احنا عشان خاطر المعاهده، وعشان خاطر الاتفاقيه، واي كلام ومبررات وخلاص، وبيبرروا للناس، ومع الناس مش هتعمل حاجه يعني. ما الناس يعني الناس اساسا للاسف الناس بقت كلها مشغوله بلقمه العيش. هم نجحوا ان هم يخلوا الشعب المصري، لا اما الناس اللي معاها فلوس مبسوطين بمصر الجديده وبالانجازات والعاصمه الاداريه الجديده والساحل والمطاعم والخروجات والانفتاح. الناس اللي معاها فلوس مبسوطه جدا بالوضع دوت. وهم اصلا عندهم سلطه، فقدروا حياتهم تبقى عاديه. والناس التانيين المطحونين اللي هم قاموا فعلا بالثوره، لان في ناس كتير جدا في الثوره طلعت وقامت في يناير. هم اللي كانوا بيطالبوا بالعداله والحريه ومساواه اجتماعيه، حريه عداله مساواه. فكانوا هم الناس اللي هم اللي طالعين، الناس بتوع الكومباوندات والتجمعات والساحل، مش دي الناس اللي قامت على اكتافها الثوره. ماشي، فالناس دي مبسوطه كده كده. بالعكس، هي كانت مبسوطه ايام حسني مبارك، ومبسوطه دلوقتي اكتر عشان في تطورات وفي حاجات بتحصل لها اكتر. يعني ناس معاها فلوس ولقت حاجات اكتر انها تصرف، والناس اللي بره زي ما قلت بيجوا معاهم فلوس وعايزين يتفسحوا، فهم فرحانين قوي بالفسح والزحمه خفت وفي كباري وحاجات كده. لكن المواطن المصري مطحون دوت، والغلا اللي حصل وهو مشغول باكل عيشه. فهم قاصدين ان هم يفقروا الشعب عشان يفضل مشغول باكل عيشه، ويفضل مشغول ان هو يلاقي لقمته وما يموتش من الجوع. ماشي. فتيجي هم عدوا سفينه السنه اللي فاتت عشان خاطر الموضوع ده، وقعدوا يقول لك اصل مصر بعتت كام شاحنه وبعتت لهم اكل للفلسطينيين. الناس بتموت، هو مش الهدف ان احنا نبعت لهم اكل. الناس بتموت بتتدبح، هتاكله وبعد كده تروح تموته يعني؟ هو انت يعني بت 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 زي ما بيقولوا كده بتصلح صورتك قدام الناس وتقول لهم انا عملت عليا وبعت لهم كام قافله فيها اكل؟ فالناس بتوع تونس والجزائر عملوا ايه؟ قالوا احنا هنعمل قافله وهنسميها قافله الصمود، وهنعدي على كذا بلد. والهدف منها مش ان احنا نوصل اكل، الهدف منها ان احنا نوصل للعالم ان برغم مرور سنتين عن المذبحه اللي بتحصل، احنا مستمرين، واحنا عندنا قضيه، وعايزين يخلوا العالم كله يبقى يشوف يعني يوصلوا صورة للعالم. لان في الاخر السياسة عبارة عن وقرارات من دول عظمى، الناس اللي ماسكة يعني ماسكة العالم، زي امريكا والصين وروسيا والاتحاد الاوروبي.
فهي قرارات كده يعني. هي اسرائيل مش تعمل حاجه من غير ما تبقى واخده دعم من الدول الكبيره. هي مش من نفسها هتقدر ان هي تاخد قرار بان هي تبيد شعب من غير ما تبقى واخده الجرين لايت من ناس معينه. فدي معروفه ان هم بياخدوا يعني بيبقى في اتفاقات وفي حاجات من ورا الستاره. ويعني هي موضوع مش بلدين قاعدين مع بعض بيتخانقوا وده ضرب ده وخلاص. بيبقى في حاجات كتير جدا واتفاقات ماشيه يعني خلف، زي ما بيقولوا خلف الاسوار يعني. فهم الناس عايزين يجوا ولانه طبعا الرئيس قاعد يقول احنا معبر رفح مفتوح واللي عايز يجي يورينا نفسه واحنا عملنا اللي علينا واحنا بعتنا لهم اكل والكلام ده كله. فالناس قالوا خلاص احنا هنيجي، وشباب جايين ورجاله وستات وكلهم جايين مسالمين مش معاهم حاجه، وهنيجي عشان نوري للناس ونوري العالم كله ونفضحهم ونقول ان احنا موجودين معاهم وان القضيه لسه شغاله. ده في دول في اوروبا رفعت على اسرائيل قضيه او قواضي بسبب المذابح اللي بتحصل. يعني هم رفعوا عليهم قواضي. في طلاب امريكان مش من اصل عربي كانوا بيعملوا مظاهرات في امريكا ودفعوا ثمنها ان هم اترفدوا من جامعتهم بسبب القضيه دي قضيه انسانيه كبيره جدا. وفي ناس في كندا انا اعرفهم شخصيا اترفدوا من شغلهم بسبب ان هم بيدافعوا عن غزه وهم حتى مش فلسطينيين. ف فالقضيه كبيره. فانت جات لك عند بلدك، جالك عندك ناس وقالوا ان احنا هنيجي وهنعبر وهنيجي نساند الناس. انت برضو بتستخدم نفس الاسلوب القديم بتاع المجلس العسكري بتاع 2011 وتقعد تقوم الناس والحقوا بلدكم والحقوا البلطجيه والحقوا هيهجموا على بيوتكم، الحقوا شوفوا هيعملوا ايه، هيدمروا البلد، الحقوا ده معاهم اسلحه بيضه، ينزلوا الميدان وشوفوا فيه ايه، ده في ناس بتشم هيروين وناس بتعمل مش عارفه ايه، ده في حفلات جنس جماعي في الميدان. كل الكلام ده كان بيتقال ايام الثوره على الناس وكنا بنصدق، وانا واحده من كتر الناس اللي كنت بصدق. نفس التعتيم الاعلامي وزي ما حصل عند ماسبير ورشا مجدي. انا مش قادره انسى الخطاب والحلقه بتاعتها اللي طلعت المسيحيين اللي عند ماسبيرو دول ناس معاهم اسلحه هيهزموا الجيش المصري، والناس صدقت وينزلوا دافعوا عن جيشكم. الشعب المصري اللي معهوش سلاح، ما انت في مصر مش مسموح لك انك تشيل سلاح. مين معاه سلاح في مصر اصلا؟ لازم يطلع رخص السلاح ويبقى جيب واسطه عشان تطلع رخص السلاح. فمين مصر معاه سلاح؟ فانت كمذيعه بتطلعي تقولي للشعب روح دافع عن جيشك اللي هو واخد اكبر ميزانيه، يعني الدخل القومي بياخد اكبر ميزانيه منه الجيش المصري، ده غير الحاجات اللي بتجيله من امريكا، الاسلحه اللي بتجيله من امريكا هيئه مساعدات. وتقولي للناس في انزلوا دافعوا عن جيشكم، انزلوا اعملوا ده الجيش المصري ميزانيته اعلى 3 مرات ميزانيه التعليم. واقنعتي ناس والناس المصريين اقتنعوا ولقوا الناس اللي عند ماسبيرو والناس عند ماسبيرو دول ان هم بلطجيه وضد وهيعملوا انقلاب وهيموتوا الجيش المصري وهيعملوا وهيسووا، وطلعوا ساعدوا الجيش ان هم يموتوهم ويذبحوهم. نفس الطريقه بالظبط. والناس ما بتتعلمش الدرس. الحقوا دول جايين، دول هيعملوا، دول هياخدوا ارضكم، دول هييجوا يفتحوا المعبر، ده الجيش بتاعنا. انا نفسي اعرف يعني لو هو معبر والجيش المصري ده يعني هو شويه ناس جايه قافله سلميه يعني مش معاها سلاح، هتيجي الجيش مش قادر يحمي المكان، هو مش قادر يحميه بعد كل الفلوس وكل الميزانيات اللي بياخدها وكل الاسلحه اللي بتجيله مساعدات ومعونات، مش قادر؟ ولا انت واخد اوامر ان الناس دي ما تخشش زي ما خدت اوامر انك انت تعدي السفينه؟ ما اصل اسرائيل عندها حرب مع ايران، واكيد هي ما الحرب دي ما طلعتش فجاه، هي كانت مدبره ان هي هتضرب ايران في الوقت ده. فهي بقى مش عايزه تضرب ايران وفي نفس الوقت تبقى من الداخل مشتته ان هي في غزه جايه لها قافله بقى وتقعد مش عارفه ايه. فقالت لك لمصر، قالت لهم ايه، بصوا انت مصر بقى انت شيل القافله ده اقفلها لنا وما تدخلش حد عشان عندي حرب تانية بعملها. وطبعا احنا بنسمع الكلام عشان المصالح عشان الفلوس. وعملوا فيهم زي ما عملوا بالظبط في بتوع الثوار، ولما كانوا يبعتوا لهم بلطجيه يضربوا فيهم، وزي ما حصل في موقعة الجمل، وزي ما حصل في ماسبيرو، وبعد لهم ناس عند اسماعيليه قعدوا بلطجيه قعدوا يضربوهم. والناس التونسيين والجزائريين طلعوا قعدوا يقولوا عيب عليكم، عار عليكم، عار.
وما تقولوش تاني انتوا ايه، وما تقولوش انتوا تبعت لنا بلطجيه تضربونا. يعني مهزله، مهزله وشيء مهين. انتوا ما اتعلمتوش الدرس، برضو بيغسلوا عقولكم تاني. او هم قاصدين التوانسه والجزائر بالذات، لان التوانسه تونس دي اول بلد قامت فيها الثوره والربيع العربي، بس تونس احسن مننا فيها تداول سلطه. الثوره نجحت عندها. في ما بيمسكوش الناس اللي عملوا الثوره يعتقلوهم في المعتقلات، زي محمد اكسجين وعلاء عبد الفتاح وناس كتير جدا ما عندهمش من 600,000 800,000 معتقل سياسي عشان بيقولوا رأيهم. الثورة عندهم نجحت، ما جالهمش رئيس، الجيش ما مسكش على راس البلد، ما جالهمش رئيس بقاله 12 سنة قاعد في بيحكمهم. الثورة نجحت عندهم. فطبعا هم خايفين ان القافلة دي تيجي والناس دي تصحى وتقول لك ايه ده، والناس المظلومه بقى والمواطنين المستقرون والناس عزب الكنبه والناس كلهم يطلعوا يقول لك ويسخنوا كده، يقول لك احنا كمان عايزين بقى نبقى زي التونسيين والجزائريين ودمنا حر بقى فهم خايفين بقى. فاحنا لا، احنا ما نعملش الكلام ده كله، احنا ما ندخلهمش اصلا، ما نخليهمش يختلطوا ويشوفوهم تاني ونعيد علينا الايام. هو بالنسبه لهم بقى ايام الثوره دي ايام سودة تاني. احنا مصدقنا قمعنا الشعب وخنقناه وخليناه مشغول في اكل عيشه، وخليناه مشغول في ان هو يعرف ياكل ويشرب. مصريين اول مره في عهد يطلع الناس تطلع تصرخ في التليفونات مش لاقيين ناكل مش لاقيين ناكل مش لاقيين ناكل ونشرب. ما كانش بيحصل كده قبل كده. دي الحقيقه اللي بتحصل دلوقتي. وبعد كده انت خايف قوي على الحدود وخايف قوي ان هم يروحوا. بتبيع الارض ليه؟ بدل انت خايف قوي على مصر كده. يعني بعت الجزيرتين وعارض ارض بتاعت البحر الاحمر اللي فيها بترول، عارضها للبيع ليه؟ بدل انت خايف على حدود البلد. انت بتبيع الارض بيع وشراء، بيع وشراء يعني بعقود. يعني مش هننفع نرجع في كلامنا تاني. الحته اللي اتباعت بتروح ما بترجعش. ايام الاحتلال الانجليزي كانت الناس كانوا بيجوا يقعدوا في الارض اغتصاب، ما بياخدوهاش بورق رسمي. ماشي، ما بياخدوهاش بورق رسمي، فكنا نقدر نحاربهم ونطلعهم بره البلد وارضنا ترجع تاني. لكن انت بتبيع الارض بيع وشراء بورق رسمي. ده انت بترجع لاتفاقيه من 1818 وفيها ومن ايام الدوله العثمانيه تقول لك ما اقدرش ما اعديش السفينه عشان اتفاقيه من 1818، مع ان فيها بنود تديك الحق. وكان بتتكلم على الدوله العثمانيه اساسا، مش الجمهوريه المصريه. فانت بتبيع الارض دلوقتي؟ يعني انت عايز تقنعني انك انت بتبيع الارض وفي نفس الوقت خايف من ناس سلميين جايين يساندوا ناس بتتم ابادتهم جماعيا وخايف على ارضك؟ ازاي؟ انا ما بقولش ان احنا نديهم ارضنا، انا ما بقولش ان احنا نجيب الفلسطينيين يقعدوا عندنا في مصر. هم اساسا مش عايزين، لان دي هم عايزين ارضهم. هم لو كانوا عايزين يسيبوا غزه كانوا سابوها. هم عايزين يقعدوا فيها، هم ماسكين فيها. فمش احنا مش هنحاول بقى نقول للناس ده هم عايزينهم نديهم سينا. لا، انت مش عايز تديهم سينا، انت بتبيعها، انت بتبيع الارض. مش تدي حاجه ببلاش. ولا عشان الناس اللي جايين دول مش امريكان وخلايجه فمفيش مصلحه، مفيش دولارات جايه من وراهم. دي ناس سلميين جايين يساندوا قضيه الناس بتتقتل. مفيش مصلحه. فتحاول بقى وري للناس الحقوا ارضكم، الحقوا جيشكم، الحقوا امن بلدكم، الحقوا. نفس الكلام اللي كان بيحصل من 14 سنة. الحقوا البلد بتتعمل، الحقوا البلد بتخرب، الحقوا جيشكم بيتقتل، الحقوا الناس عند مش عارفة في ميدان التحرير بتعمل ايه، مصطفى محمود مسبح عند ماسبيرو، الحقوا الناس بييجوا يهجموا 500 واحد مات هنا، 1000 واحد مات هنا، اللي الحقونا ويطلعوا ستات تصرخ في التليفون. كمية تعتيم ومؤامرة رهيبة، نفس اللي بيحصل دلوقتي. والناس مصدقين. اللجنة دي فيها حقوقيين وفيها محاميين، والمصر طلعت بيان قالت تقدموا طلب في الأمن في سفاراتكم، تقدم طلب هنا في مصر الأمن تقدموا في السفارة المصرية في بلادكم. في تونس قدموا طلب في السفارة المصرية ومحدش رد عليهم ومحدش عبرهم. والناس اللي رجعوهم في المطارات ما واخدين فيز قانونية يعني، ورجعتوهم برضو. ايه ده؟ وسفرتهم تاني على بلدهم. نظام انتوا هتيجوا تعملوا لنا ثورة هنا؟ انتوا هتيجوا تعملوا لنا ثورة هنا؟
احنا الشعب ده مصدقنا احنا كده كتمناه، عتمناه، مصدقنا ان احنا خرسناه. هتيجوا بقى توروهم ان في شباب حر وجاي وعنده قضيه وبيدافع وبيعمل ثوره؟ احنا مصدقنا نيمناهم، مصدقنا ضربناهم ونيمناهم، هتقوموهم تاني ليه؟ ما تسيبوهم. شيء مؤسف حقيقي، شيء مؤسف. يلا اشوفكم الفيديو الجاي.